شمتوا فينا الاعداء والاخصام، شمتهم فينا. قعدنا على القنوات الاخرى منشكحين قوي بخبر رحيل مدرب الزمالك. ها، زي ما قالوها ممثلي نادي الزمالك، لو الزمالك هيخسر ايراد فهو يخسر 24 ايراد. وروحوا داتكوا خيبه وحزن فوق خيبتكم مليون مره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المدير الفني لنادي الزمالك جوزي جوميز البيضاء عشان خاطر يوقع الى الفتح السعودي. يا جماعه انا عايز اسال سؤال واحد بس، هو انتوا ليه جايين تركزوا مع المدرب الكحيان اللي خد السوبر الافريقي؟ يا جماعه انت في والله اقسم بالله جنبنا مدير فني معاه نص بطولات العالم، مش مركزين معاه ليه ده يا جماعه؟ مش شايفينه ليه؟ مش شايفين؟ ولا انتوا جايين على المدرب الكحيان بسوبر افريقي؟ والكلام ده مش اول مره يحصل، مش اول مره يحصل بجد. حصل قبل كده 2015 لما جه باتشيكو الزمالك 10 مطوشه طفش بالليل واحنا نايمين كده، صحينا من النوم على خبر طفشانه. جه 2020 باتريس كارتيرون مدير فني نادي الزمالك اللي احنا مش هنساه قبل سيمي فاينال دوري ابطال افريقيا بساعات، طفش الى برضه السعوديه. السنه دي 2024 بطل السوبر الافريقي، وكده انا شكلي انا كده بدات ان انا اتشائم. اي مدرب هياخد السوبر الافريقي واي مدرب هيبدا انه يحقق اي نجاح في نادي الزمالك هياخدوه يطفش على طول. ايه ده؟ ايه بجد ده؟ انا في حياتي ما شفتش فشل في حياتي قد ده. في النادي الاهلي عندهم مدير فني قعد اكتر من 10 سنين، مانويل جوزيه، خد بطولات ما خدهاش مدير فني في العالم كله، ما حدش رفع عليه سماعه التليفون قال له رايك فين. احنا عندنا فشل ذريع في الزمالك. المشكله بقى في مين يا جماعه؟ اكيد المشكله من الاداره، اصل المشكله مش تبقى من الجمهور الكحيان يعني. ده ايه ده يا جماعه بجد؟